السلام عليكم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد عليه افضل الصلاة والسلام. ازيكم يا كل حبايبي؟ عاملين ايه؟ وحشتوني كتير. فيديو النهاردة بإذن الله هيكون طريقة عمل الحواوشي بطريقة ولا اسهل ولا اروع من كده بإذن الله، وحاجات موجودة عندنا في كل بيت. ومن ربع كيلو لحمة ان شاء الله هنعمل مع بعض كمية حلوة من الحواوشي، وهيكون طعمه ألذ واحلى من بتاع بره بكتير. وسر بسيط هيخلي الحواوشي بتاعك فانش وجوسي وجميل جدا. ما تنسوش تشتركوا في القناة وتعملوا كومنتات حلوة علشان القناة تكبر بيكم، هي احلى حاجة في حياتي. وتعملوا لايك وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكوا كل جديد. المكونات بتاعتنا زي ما احنا شايفين كده: فلافلاية مبشورة، تمام، ربع كيلو لحمة مفرومة وفيها دهن، وديت كوباية ونص فول صويا منقوعة لمدة ساعة، وبعد كده بصفيها من المية كويس جدا، وبعد كده بطحنها في الكبة او في المطحنة بتاعة الخلاط، تمام، زي ما احنا شايفينها كده، ما يبقاش فيها اي مية، تمام، خلاص. ودولت 3 بصلات مبشورين على انعم حاجة عندك في المبشرة او في الكبة، بس بعد كده تعصريها من المية، تمام. شايفين ما فيهاش اي نقطة مية خالص. البهارات بقى بتاعتنا زي ما احنا شايفين كده مع بعض: معلقتين ملح، معلقة كمون، معلقة فلفل، معلقة كزبرة، معلقة بهارات فراخ، ودي بتدي تست عالي جدا. حاجة بسيطة من الشطة، ولو انت بتحبي سبايسي هتكتر الشطة. معلقتين توم بودر، معلقتين بصل بودر، 3 معالق بهارات حواوشي. اول حاجة هنجيب اللحمة المفرومة بتاعتنا، تمام، وهنحطها كده، تمام. وهنجيب الفول الصويا وهننزل على اللحمة، وهنحط برضو ال3 بصلات المبشورين. شوفي، من ربع كيلو لحمة مفرومة ان شاء الله هتعملي كمية حلوة. والفلافلاية، وهنحط كل البهارات اللي احنا مطلعينها مع بعض دي. شايفين كده مع بعض هنخلط كل المكونات اللي احنا حطيناها بالبهارات كلها على بعض. بصي بقى، اعجني، يعني انا عايزة كله يبقى متجانس مع بعضه، كله يبقى خليط واحد. احنا شايفين كده احنا عجننا الخليط كله على بعض، تمام. شايفين الخليط حلو وجميل قوي جدا، تمام. عايزه اقول لكم على ممكن مشاكل تواجهكم وتحلوها ازاي. نفترض ان انت وانت بتعصري الفول الصويا او البصل كان فيه نقط ميه ولا حاجه، هتعملي ايه؟ ما ينفعش تشتغلي بيه طبعا كده وتحشي بيه العيش، كده غلط، كده هيطلع طري وفي كميه ميه. الحل ان انت تعملي يا اما تحطي معلقه نشا كبيره، يا اما معلقتين بقسماط، وتقلبيهم على الخلطه دي وتسيبيها ترتاح حوالي ربع ساعه او نص ساعه في التلاجة، وتخرجيها وتشتغلي بيها، وان شاء الله هتبقى جميله معاكي. بس من الافضل ان احنا نحافظ على الحاجات اللي انا قلت عليها، ان احنا ما نخليش فيه نقط ميه خالص، لا في الفول الصويا ولا في البصل، تمام. إيه كده الخليط جاهز عندي للحشو، تمام. ده عيش الحواوشي من الفرن. افتح كده العيش بتاع الحواوشي زي ما احنا شايفين مع بعض كده، تمام. ما بتفتحوش لاخره، بتفتحي بس نص فتحه من فوق بس كده، تمام. وهنجيب قطعه لحمه زي ما احنا شايفين كده، وهحشي بيها رغيف العيش زي ما احنا شايفين كده، تمام. بتفرديه اللحمه كلها في الرغيف زي ما احنا شايفين كده، تمام، خلاص. وهنجيب قطعه جبنه، جبنه رومي بس تكون جديده، تمام، وهنحطها فوق اللحمه اللي احنا حطيناها في الرغيف كده، تمام. وهنقفله كويس كده، تمام. يبقى ده اول رغيف معانا. دي يا جماعه كانت الكميه
اللي انا عملتها من ربع كيلو لحمه مفرومه عملت لي 9 رغيفة عيش حواوشي. زي ما احنا شايفين بسم الله ما شاء الله الرغيف مليان معايا. انا عملت نصهم بالجبنه الرومي ونصهم من غير الجبنه الرومي. اللي موجود عندك اعمليه، مش لازم ان انت تحطي جبنه رومي وتكلفي نفسك. تمام. هنبدأ نحمر مع بعض وهقول لكم انا هحمر ازاي من غير فرن. هنا يا جماعة احنا هنحمر الحواوشي بطريقة سهلة وجميلة، مش هيبقى ناشف ولا اي حاجة. انا جبت في المقلي هنا معلقة سمنة وشوية زيت. تمام. والنار بتاعتي هتبقى لا هادية ولا عالية. تمام. زي ما احنا شايفين كده. وحاطة كده في طبق فوط مايكرو فايبر، او ما عندكيش هتحطي مناديل مطبخ. تمام. وهاخد واحد كده زي ما احنا شايفين وهننزل في الزيت زي ما انا مأكدة عليكم. الزيت درجة الحرارة بتاعته هادية، اعلى منها سنة بسيطة. تمام. شايفين كده مع بعض. تمام. هبدأ اقلبه على الناحية التانية. شايفين متحمر تحمير كأنه فرن قسما بالله، وهتاكليه وتقولي احلى كمان من الفرن. الفرن بيطلعه ناشف جدا. تمام كده. الوش التاني احمر معانا، وشايفين اللحمه من جوه مستويه ازاي. والوقت هنكسرها مع بعض ونشوفها كده يا جماعه. اكون حمرت الكميه اللي انا عايزاها بتاعه الحواوشي، وهنفتح واحد زي ما احنا شايفين كده كله متحمر بسم الله ما شاء الله جميل جدا. هنقطع واحد كده مع بعض. عشان نشوف هو مستوي من جوه ولا لا. شايفين يا جماعه اهو اللحمه مستويه والجبنه الرومي سايحه وجميله جدا فيه. بجد بجد هتتبسطوا. عايزاكم تجربوه وتقولوا رايكم فيه بكل صراحه. تمام. استنوني لاخر الفيديو عشان هقول لكم لو في عندي عيش حواوشي كمان وعايزه افرزه اعمل بيه ايه. دلوقتي يا جماعه احنا مثلا اتبقى عندنا عيش مليان لحمه حواوشي ومش عايزين نستخدمه في الوقت الحالي. نعينه في الفريزر ازاي وما يبصي ونطلعه ونستخدمه كأني لسه عاملينه. اول حاجه هنجيب اكياس ثلاجه زي ما احنا شايفين كده. تمام. ندخل رغيف الحواوشي في كيس الثلاجه زي ما احنا شايفين بكل سهوله اهو. وهنطبقه كده اهو زي ما احنا شايفين كده. زي ما احنا شايفين انا كيست كل واحد في كيس زي ما احنا شايفين كده، وهحطه في قالب سفنج. في قالب سفنج اهو يا جماعه. وزي ما احنا شايفين كيسناه بالطريقه الجميله دي، وتقدري تحتفظي بيه في الفريزر لو سنه او اكتر من سنه. ينفع جدا في المصايف ان انت تاخديه وتاخديه على ساعه التحمير على طول. وفي حاجات كتيره ان شاء الله هنعملها تبقى سهله على التحمير في المصيف باذن الله. ويا رب يكون الفيديو عجبكم، واتمنى من حضراتكم ان انتوا تشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد مع قناه اسهل الوصفات مع مطبخ نونو. مع السلامه.